رأيك إيه يا دكتور في طهارة الحلقة الجديدة؟ وإيه أحسن نوع وإمتى ابني يتطهر؟ طهارة الحلقة زي الفل، بس عشان نبقى متفقين، بس هل الدكتور اللي بيعملها بيعرف يعملها صح والّا لأ؟ فلمّا تيجي تدوّري على حد بيعمل طهارة، اسألي حد عمل عنده مرّة و2 و3. طب خدي إيه ده هو بيطهّر العيّل مرّة و2 و3؟ لأ، يعني بيطهّروا عيّل و2 و3. طب أنا هاعرف إزاي؟ باختصار خالص، في حاجة اسمها عيّان بيجيب عيّان، يعني إيه؟ يعني أنا الست اللي كانت جاية لي امبارح طلعت ما تعرفنيش، ولكن في حد رشّحني لها. تاني، في حد رشّحني لها، فهو ده نفس الكلام. فالنظام القديم اللي هو عيّان بيجيب عيّان، فأنتِ وأنتِ بتسألي بتقولي أنا عايزة دكتور جراح عشان يطهّر عيالي، أنا لسه هاقول لكم سلاح ذو حدين والدنيا رايحة لفين. ولكن أنتِ قاعدة في مكان اللي هو إيه، مكان إحنا كُلّنا ناس كتيرة موجودين في نفس الarea، يعني مثلًا إحنا قاعدين في الزقازيق، فأنا ممكن أبُص بوشي كده ألاقي عمو فلان وطنط فلانة وطنط فلانة وكذا، وعمو اللي كان جارنا وعمو صاحب بابا والكلام ده كُلّه، صاحب أبويا أنا. حلو الكلام؟ طيب دي الناس اللي عارفة بعضيها، لكن لو إحنا مثلًا في زايد والّا في أكتوبر والدنيا أو في التجمُّع أو في المدن الجديدة والناس ما تعرفش بعضيها، عادي خالص. طيب الدكتور اللي بيروحوا له حاجة من 2، يا إما أنا دخلت على جروبات، فدخلت على جروب يا جماعة إيه رأيكم في الدكتور فلان الفلاني، أو إن أنا بادخل على الصفحة بتاعة الدكتور فلان الفلاني وأشوف ريفيوهات الناس اللي بتتكلم عنه، سواء كان في الكومنتات أو في الريفيوز اللي بتبقى موجودة على الصفحة. فبيقول لحضرتك دلوقتي موضوع الطهارة أنا لازم أجيبها لِك من الأول. العيل يتطهر إمتى؟ ممكن في أول يوم، وممكن في تاني يوم، وممكن في خامس يوم، وممكن في سابع يوم، وممكن في اليوم ال15، وممكن كمان يتطهر لحد 6 أسابيع معانا بكل أريحية من غير ما أبقى قلقان. قلقان من إيه يا دكتور؟ قلقان من حاجة واحدة بس، إن إحنا كل ما بنبدّر كل ما بتبقى الدنيا أسهل بالنسبة لنا. يقول لك أصل الجرح ما بيوجعش والعيل ما بيبقاش واعي، لأ، النونو بيحس بالألم زينا باختلاف الدرجات. هتقول ما هو لو هو بدري ما بيبقاش حاسس، لأ يا فندم هو ما هواش حاسس، هو حاسس من وهو في بطنِك. طيب أُمّال إيه السبب؟ علشان خاطر بيقلل معدلات التهابات مجرى البول. وبتوع ما اتطهروش يمتنعون علشان خاطر ما اشمرش وانزل بهدومي واجيب لهم واقول لهم يا جماعه، يقول لك اصل هي ما هياش في الاسلام وما اعرفش مين عمل ومين ما عملش. دول يقعدوا على جنب. احنا بنتكلم في التهابات مجرى البول، وبنتكلم في الامراض الوراثيه، مش الامراض الوراثيه، الامراض التناسليه التي تنتقل بسبب او ما بين الطرفين، الطرف اللي هو غير متطهر اللي هو الراجل، والسيده اللي هي ممكن يتنقل لها من زوجها في وقت من الاوقات. والتهاب مجرى بول مش حاجة تانية من اللي هو المهم يعني. فبيقول لحضرتك الطهارة في أي وقت، أفضل وقت قبل 6 أسابيع. طب العيل لو ما اتطهرش عادي خالص وقت ما تفتكر طهر. طب أنا خايف على العيل خلاص ما تطهريهوش. طب هو لو ما اتطهرش ممكن احتمالية يتعب. طب ولو هو ما تعبش خلاص يبقى ده ماشي بستر ربنا. فما تحاوليش اللي هو إيه، افضلي اقعدي امسكي في حتة صغيرة كده لحد ما الواد يهرب منِّك ويجري. طيب، تانية، اختار دكتور جراحة إزاي؟ هو طهارة دكتور، يا جراحة عامة يا جراحة أطفال، وجراحة الأطفال يبقى الأحسن. طيب، موضوع الطهارة أطهر إزاي؟ يعني معلش هي كلمة ورد غطاها. الله يمسيه بالخير، الله يرحمه الأول. الاتنين لأ، يعني الله يرحمه كان في أستاذ دكتور اسمه خالد عبد العزيز، ده أستاذ جراحة في جامعة الزقازيق، الراجل ده جمايله علينا. فالمهم ده الراجل طهارته أستاذ. الله يرحمه برضه الدكتور محمد موسى كان استشاري جراحة عندنا في ديارب. برضه الراجل كان طهارته زي الفل من غير غرز ومن غير أي حاجة خالص، وكان ما فيش اتنين اختلفوا عليه. ليه؟ فلان طاهر عنده فعرفنا، فلان التاني عايز يطاهر راح الأولاني واخد التاني بابنه وراح مساء الفل يا دكتور احنا جايين نطهر العيال عندك. الله يمسيه بالخير الدكتور عبد الحميد القطيط برضه راجل قريبنا، استاذ جراحه اطفال برضه وطهاره زي الفل. انت داخل هنا تشكر في الناس، والدكتور محمد فريد او جهاز هضمي، جراحات جهاز هضمي في التجمع، استاذ جراحه برضه نفس الكلام. الراجل ده يعني كان شغال معانا وكان يعني ايده زي العسل. كان في الدكتور سيد كمان ده قاعد في السعوديه. المهم ومحمد عبده اللي من طنطا. فالناس دي ناس محترمه، فهي اللي طاهر واحد بقى بيرشحوا لكل حبايبه اللي عندهم ولاد. يبقى دي اختار دكتور على اي اساس. طب الطهارة ايه؟ الزمن بيتقدم ولكن لسه ما وصلناش لليفل ان القديم يردم.
في اوقات بنيجي نقول ان القديم يتردم عليه ولا الجديد هيغطي عليه ولا الاتنين ماشيين على حد سواء ولا هي ليله اختيارات. فهو ببساطه جدا تطلع لي تقول لي هي الطهاره بالحلقه، اقول لها تعرفي يعني ايه؟ تقول لي لا بس هم بيقولوا. اقول لها حاضر حاضر. طب انت رحت سالت الدكتور؟ لا ما انا بسالك كدكتور اطفال. قلت لها طيب ماشي يا مدام هتطهر يعني؟ لا اصل انا بسال. حاضر 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 انا عارفك، انا مش انت اللي كنت بتسالي من شويه وعماله تنكشيني؟ ماشي حاضر. ببساطه طاهر جراحه اهلا وسهلا. طاهر حراري اللي هو اللي بيسموه ليزر اهلا وسهلا. عمل غرزه ولا غرزتين مش هيحصل له حاجه. الغرز بتخف في قد ايه؟ من شهر لشهرين. برضه اللي هو الخيط الكروميك عادي مش هيحصل له حاجه. ماشي طيب. اصل هما بيقولوا في حلقه، الحلقه المعدنيه معانا الدكتور عبد العزيز بيعمله في القصر العيني، راجل زي العسل. طب والطهاره الحراريه معانا مختار مهدي بيطهر زي الفل. فهي ببساطه جدا حضرتك قبل ما نيجي نطهر الدكتور راح بيفتح العيل الصغير كده يبص هل هي طهاره ملائكيه وفتحه الميه في حته تانية ويحتاج عمليه فما تطهروش، ولا العيل الصغير ينفع يطهر. موضوع الطهارات بس عشان نبقى متفقين، العيل الصغير سواء خد بنج ولا خد حقنه ولا خد ولا خد غرز ولا اتعملت بالحلقه ولا اتعملت بليزر ولا اتعملت بالجراحه العاديه، ده بالدكتور اللي انت رايح له وسالت قبل ما تروح له او شفت الريفيوهات عليه، علشان خاطر الحاجات دي مهمه جدا. ابسطهم دلوقتي واسهلهم واحلاهم وانا شفت الشغل قدامي اللي بالحلقه المعدنيه او الحلقه البلاستيكيه، يفتح ويربط ويسيبها ويتابع مع الدكتور لحد ما بتروح وبتقع وبتتظبط. بس الشرط الدكتور اللي بيجي يلمها كده ويقفل عليها كويس. طب هي صعبه؟ مفيش اسهل منها وما بيحصلش اي حاجه خالص. واللي موجودين في الامارات دلوقتي كلهم يعني كل الحالات اللي تبعي مثلا في دبي او ابو ظبي كان بيقول لك بيعملوا بالحلقه. والله اعلم برضه انا مش هعمم، ولكن انا بتكلم على تعميمي على حالاتي اللي متابعاني من هناك بس. فالطهاره في اي وقت، ولكن الطهاره ملهاش علاقه بالصفرة عشان نبقى متفقين. فاللي يقول لك اصل انزيمات الكبد اشتغلت ولا ما اشتغلتش، قول له انت تعرف الكلام ده منين؟ الطهاره ملهاش علاقه بالصفرة، الطهاره ملهاش علاقه بتطعيم الضرن، والصفرة ملهاش علاقه بتطعيم الضرن. الطهاره ملهاش علاقه بالوزن، هي لها علاقه بفتحه الميه وهل العضو ينفع ولا لا. الطهاره ملهاش علاقه بالدهون اللي فوق منطقه العانه. ولما حد يجي يقول لك اصل هو هيدخل لجوه، قول له يا سيدي هو انا ما حدش هيقعد بالعيل غيري فخلينا نخلص. بس عايز اطهر بعد رمضان ماشي، عايز اطهر في اول رمضان ماشي، عايز اطهر في اول رمضان ماشي، في النص السنه الجايه، في عيد العمال، في عيد الاستقلال، في عيد البتنجان، انا ماليش دعوه. عايز اطهر يا ستي طهري، بس ما تجيش تقولي لي هي دي احلى ولا دي احلى. انت عارفه اكتر مني، انت لفه على الجروبات ربنا ينتقم منهم وعمالين يقولوا لك اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. هو انت خدت بعضك وطلعت على دكتور الاطفال يقول لك ينفع طهاره ولا ما ينفعش؟ ولا رحت للدكتور الجراحه بتاعه الاطفال او الجراحه العامه وقال لك عيالك هيطهر يا مدام ولا ما يطهرش؟ ولو قال لك الطهر دلوقتي انجزي. الله يمسيه بالخير بقى دكتور عاطف عبد النبي عندنا هناك في الصيادين في الزقازيق. الراجل ده ما يعني اللي هو ايه اللي هو انت ابنك لسه ما طهرش، هات يا ابني تعالى ما نطهر. الراجل ده الراجل ده يعني اللي هو ايه اللي هو الهرم الرابع بتاعنا هناك في المنطقه. الراجل بقاله بتاع 30 سنه ولا 40 سنه شغال ما شاء الله عليه استشاري جراحه. فبنقول لكم روح طهر عيالك. مش عايزه بقى ما توجعلناش دماغنا يعني. هات من الاخر، انت جاي تعملي ايه؟ انا جاي اشوفك بس خلاص. طب فين العزومه؟ اقلب يا ابني. احنا يلا بينا نقعد نصور فيديوهات بلا طهاره بلا مش طهاره. يلا انتوا طابخين ايه النهارده؟ سلام عليكم.